أسباب كتير بتخليها الأعلى تقييماً في السوق. أيوة، فيليبس القلاية الهوائية الأشهر والأفضل في السوق المصري، منها 3 موديلات بأحجام مختلفة. فيليبس إسنشل مناسبة لأسرة صغيرة، فردين أو 3، السعة 800 جرام. فيليبس XL مناسبة لأسرة متوسطة من 4 ل 5 أفراد، السعة 1.2 كيلو جرام. فيليبس XXL مناسبة لعيلة كبيرة أو للعزومات، السعة 1.4 كيلو جرام. أهم حاجة تتأكد منها عند الشراء إنك بتشتري القلاية فيليبس الأصلية. خلينا نقول تعرفها إزاي آخر الفيديو. طب إيه اللي بيميز القلاية فيليبس عن غيرها؟ القلاية فيليبس بتستخدم تقنية اسمها الهواء السريع، اللي بيوزع الهواء السخن بسرعة حوالين الأكل، فيديكي قرمشة من بره زي القلي عادي، لكن بنسبة دهون أقل 90%. ليها شاشة ديجيتال ببرامج جاهزة زي ما أنت عايز، بطاطس محمرة ولا فراخ ولا سمك أو حتى سمبوسك وناجتس. بعض الموديلات فيها سمارت سنسور بيظبط الحرارة والوقت، وليها خاصية بتحافظ على الأكل سخن لمدة 30 دقيقة. في بقى شوية نصايح تطولي بيهم عمر القلاية. بلاش تكدسي الأكل فوق بعض عشان التسوية تبقى مظبوطة والجهاز ما يتعبش. استعملي ورق زبدة للحماية من الدهون. ما تسيبيش بقايا أكل أو زيت بعد الاستعمال. خلي الجهاز دايماً على سطح ناشف بعيد عن المية. ما تغسليش السلة والدرج بعد الانتهاء من الاستخدام على طول. استني 30 دقيقة يكون الحرارة هديت. بس تنظيفها مشكلة؟ ولا مشكلة ولا حاجة، السلة والدرج بيتفككوا ويتغسلوا بغسالة الأطباق. لو مفيش غسالة أطباق، انقعيهم شوية في مية دافية وصابون، وبعدين اغسليهم بسفنجة ناعمة. أما جسم القلاية بقطعة قماش مبلولة ولمعيه. اوعي تحطي الجهاز نفسه تحت المية. في بقى شوية تحذيرات لازم تاخدي بالك منها. اوعي تفكر أبداً إنك تملى القلاية بالزيت، ده ممكن يتسبب في حريق. هي رشة زيت وممكن ببخاخة. ما تغطيش فتحات دخول وخروج الهواء أثناء التشغيل، ده بيضعف أداء القلاية. وما تلمسيش السطح الخارجي للجهاز بيكون سخن أثناء الاستخدام. ونسيب مسافة لا تقل عن 10 سنتي حوالين الجهاز من الخلف والجانبين وفوقه، وما تحطيش حاجة فوقه. لو ظهر دخان داكن بيخرج من القلاية، افصلي القلاية فوراً واستني الدخان يهدى قبل ما تخرجي السلة. ولما تيجي تقلي بطاطس، ما تزودش درجة الحرارة عن 180 عشان تقللي خطر الأكريلاميد. الأكريلاميد هي مادة بتتشكل في النشويات زي البطاطس أو العيش لما تستوي في درجات حرارة عالية. الأكريلاميد يحتمل إنه يكون مادة مسرطنة، عشان كده بننصح إن القلي لحد ما نشوف اللون ذهبي فقط، مش بني أو أسود. دلوقتي تعالى نكتشف إزاي إن القلاية فيليبس أصلية ولا مزيفة. ابحث عن QR كود على الجهاز أو العلبة، بمسحه هيوجه لك لصفحة الموقع الرسمي الأصلي philips.com. باختصار، مع فيليبس هتاكل أكل صحي مقرمش ولذيذ والتنظيف في ثواني. قول لنا في الكومنتات إيه أول أكلة نفسك تجربها في القلاية. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، عندنا معلومات كتير حابين نقولها لك.